السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الصابون البلدي أو صابون المواعين أو صابون الغسيل. هنعمله من الزيت اللي عندنا اللي احنا بنقلي بيه الزيت المستعمل، بطريقة سهلة ونضيفة وفي نفس الوقت قوية. إن شاء الله بإذن الله تعجبكم. أرجو الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة، اللهم ارحم موتانا جميعا يا رب العالمين، وجزاكم الله كل خير. مبدئيًا كده قشر الليمون ده كنت محوشاه وغليته في لتر مَيّة وركنته على جنب. وده عندي إزازة جريسلين أهيّة جبتها من الصيدلية، ونص كيلو صودا كاوية تمام، أو بوتاس، و3 لتر زيت عندي أو حسب الكمية اللي عندِك 3 كيلو أو 3 لتر زيت دول، ودي المَيّة بتاعة الليمون اللي أنا صفيتها تمام. وباحط على كل إزازة معلقة ملح خشن، معلقة ملح خشن، يعني 3 أزايز عليهم 3 معالق كبار ملح خشن أو ملح بحري. حطيت البوتاص كده على المَيّة اللي أنا صفيتها بتاعة الليمون عشان طبعًا تدّي له ريحة وتغيّر من ريحته، ومش عايزة الخطوة ديّة تقدري تجيبي أي ريحة من برّه من عند العطار وتحطيها عليه. خلاص كده؟ عشان تغيّر ريحة الليمون، شايفين الدخان اللي طالع منه؟ مبدئيًا تبعدي ولادِك خالص عن الموضوع ده، وتستخدمي حاجة من بتاعة الغسيل وخشبة أو حاجة قديمة أو إيد مقشة أو كده، وصفيت الزيت وحطيته أهوّة تمام، صفيته تاني وحطيت الملح خلاص. بعد ما البوتاص هدي كده شوية، حطيت الزيت صفيته، وبعدين حطيت الملح اللي هُم ال3 معالق على ال3 أزايز، خلاص كده، وقلّبتهم كويس، وبعدين هانزل بجريسلين. الجريسلين ده عايزة تحطيه مش عايزة تحطيه براحتك، بس ده عشان خاطر إيديكِ تمام، بيحافظ على إيديكِ أكتر ويبقى بينعّم إيديكِ أكتر. وهاحط معايا كوباية من أي سائل مواعين عندِك، أو أي منظف مواعين، وهافضل أقلِّب لحد ما يتخن معايا بالشكل ده. طبعًا ليه أنا حطيت اللي هو سائل مواعين؟ علشان خاطر الرغوة بتاعته تبقى زيادة وحلوة. مش عايزة تحطي تقدري تحطي كوباية برسيل جيل أو باكيت. خلاص كده رصيته في الصواني طبعًا، أو سيجان أو أي حاجة محطوط فيها مشمّع لحد ما نشف معايا بالشكل ده. وأنا ما استنيتش لمّا نشف أوي علشان خاطر أعرف أقطّعه تمام، يا دوب بس مسك وقطّعته بالشكل ده. هتقطّعيه بقى الحجم اللي يعجبِك تمام، الحجم المناسب ليكِ حسب استخدامِك، كبير صغير براحتك. وبعدين طلّعيه بقى ترصيه كده علشان خاطر ينشف ويكمّل نشفانه، ما تستخدميهوش إلا بعد أسبوع. بعد أسبوع، لمّا ينشف تمامًا بعد أسبوع. خلاص هو بينشف تاني يوم على طول، ولكن استخدامِك ليه بعد أسبوع. وأنا زيّنته كده بقعر كوباية بحيث إن هو يدّي شكل ومنظر يعني كإنه يعني زي الجاهز تمام. وأدي شكله معايا بعد ما نشف تمامًا. عايزين شايفين شكل القطعة عاملة إزاي؟ أنا مقطّعة قطع صغيّرة وقطع كبيرة. قطعة عاملة إزاي ما شاء الله، يعني أنا باجيب القطع صغيّرة من برّه ب5 جنيه، دي شوفي أنتِ عملتِ من 3 أزايز زيت كنت هترميهم، ما شاء الله عملنا قد إيه. خلاص، وكلّها حاجات يعني عادية جدًا. وهي الحاجة الوحيدة اللي باشتريها من برّه هي البوتاص أو الصودا الكاوية، باشتري نُص كيلو على ال3 أزايز. تقدري تضاعفي الكمية أو تقدري تقلليها، تقسميها على 2 حسب كمية الزيت اللي عندِك. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم وتكون استفدتوا من الحلقة، وإن شاء الله بإذن الله انتظرونا في حلقة جديدة ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.